السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سمعت عن تقنية الهيلوغرام؟ ما هي؟ وما الذي نشاهده؟ وما الذي يحدث بالعالم؟ كثر الحديث بالآونة الأخيرة عن ملاك ظهر هنا، وعن تنين طائر ظهر هنا، وعن السيدة مريم العذراء عليها السلام ظهرت في السماء، والكل يقسم نحن رأيناها بأم أعيننا، وهم فعليا صادقون. لكن ما شاهدوه هو عبارة عن شعاع وليزر يسمى تقنية الهيلوغرام. تخيل يا صديقي أن من خلال هذه التقنية التي تعتبر طفرة بالعلم الحديث من الممكن أن تشوش على الناس وتظهر لهم أباهم المتوفي أمامهم أو أمهم، حتى صديق عزيز عليهم، كما سنشاهد في هذا الفيديو لهذه الأم اليابانية التي فقدت طفلتها قبل عدة سنين، لكن من خلال هذه التقنية يخرجوها لهم في كل عام لتتحدث معها. فلنشاهد الفيديو. ومن خلال هذه التقنية من الممكن أن يتم التشويش على كثير من الناس ويظنون أنها حقيقية وواقع يحدث أمامهم، كما سنشاهد في عدة فيديوهات. وأول من بدأ باستخدامها الاستخدام الخاطئ لخداع الناس هم بعض النصارى، من خلال عرض هذه الفيديوهات التي نشاهدها للسيدة مريم العذراء تظهر في السماء، أو لملاك يحمل الصليب، ليثبتوا للعالم أن معتقدهم هو الصحيح وهو الحق. ولكن حقيقة هذا ما يعود بالسلب عليهم، لأن المعتقد هو شيء سامي ولا ينصر إلا بالحق والحقيقة وبقوة الحجة والبرهان. لذا علينا معرفة هذه التقنية ومشاركتها مع الناس لتصل لبسطاء النصارى، لأنهم فعليا مساكين ينشرون الفيديوهات ويقسمون صباحا مساء على أن السيدة مريم خرجت وأن الملاك حمل الصليب. وليس هم فقط، حتى نحن المسلمون مثل هذه الأمور ممكن أن تؤثر علينا وعلى عوام المسلمين وحتى على علمائها. فكثير من طلاب العلم بعد أن نشرت تقنية تقليد الأصوات بالذكاء الاصطناعي لم يستطع تمييز الشيخ عثمان الخميس بالفيديو المصطنع للذكاء الاصطناعي عن صوته الحقيقي، هذا وكان سابقا بالصوت، فما بالك اليوم عندما أصبح بإمكانهم تزوير الصوت والصورة. فلنسمع الفيديو للشيخ عثمان الخميس الذي لم يتفوه به ولو بكلمة. فلنسمع. رحمة الله. أنا لست الشيخ عثمان الخميس، وإنما هذا صوت الذكاء الاصطناعي. واحذروا المعلومات من المصادر الغير موثوقة. ونشكر أخونا أقوى طالب أمن سيبراني بالعالم باسل العنزي على جهوده في توصيل الرسالة إليكم، وشكرا لكم. تحياتي. سبحان الله، التشابه عجيب ومرعب، لا يمكنك التمييز، وهذا باب شر عظيم. من الممكن أن يتم تزوير الفتاوى المسموعة وحتى المرئية. لذا عندما نشرت الفيديو طالب طلاب العلم بأن علينا أن نحتفظ بالكتب، علينا أن نعود للنسخ الورقية وحفظ القرآن في بيوتنا، لأننا أصبحنا في وقت من السهل التلاعب فيه بالمادة العلمية والدعوية حتى. وسأعرض لكم الآن فيلما تم تصويره بالسينما من خلال تقنية الهيلوغرام. تشعر وكأن الناس يجلسون داخل الفيلم، والممثلون وحتى الحيوانات تمر من أمامهم ومن جنبهم. فلنشاهد الفيديو.
سبحان الله، كل هذا وما زلنا بالبداية، وما زال العلماء والبشر يعملون على تطوير هذه التقنية، فما بالك بعد 20 أو 30 سنة؟ عندما رأيتهم تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثيرة عن الدجال، وكيف ذكر فيها أن الناس سيصدقوه ويأمر السماء فتمطر ويحيي للرجل أباه وأمه أمامه فيقولون له: يا بني هذا ربك فاتبعه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتنة عظيمة والأمر خطير، أسأل الله أن يبعد شرها عنا وعنكم. وكما وعدناكم سنرى الآن كيف من الممكن أن أستخدم أنا تقنية الهيلوغرام كما سنشاهد في هذا الفيديو. تجربة عرض الهيلوجرام تجربة ممتعة وجميلة انك تعملها او تعلمها لطفلك انه ينفذها ويفهم فكرتها. فتعالى اعرفك طريقتها بتتعمل ازاي. بعد ما تشرب عصير القصب هتجيب الغطا المقعر ده، وهتجيب ورقة ومقص، ونجرب ونحاول اننا ناخد قطر الغطا من جوه. هنحاول الاول في الورق كذا مرة لحد ما تظبط معانا الحواف الداخلية لقطر الغطا من جوه. هنجيب طبق شفاف ونقصه على مقاس الورقة الكيرف اللي اخدناه، وبحتة لزقة ونثبت بيها الغطا كده بأي تليفون، وتفتح جوجل وتكتب بلاك باك جراوند فيش واختار فيديو واعمل التليفون بالعرض. حط بقى الغطا على الموبايل واستمتع بمنظر الهيلوجرام اللي هيظهر. كمان هتلاقي فيديوهات مختلفة لأشكال كتير منها، فهسيبك انت بقى تخوض التجربة دي. لذا يجب أن لا نخدع كما يخدع بعض عوام النصارى بأنها معجزات وأنها ظهور للسيدة مريم هنا ولملاك يحمل الصليب هناك، وكل هذا لينصروا معتقدهم الركيك، بينما نحن المسلمون ننصر ديننا ومعتقدنا بالحجة والبرهان وبالحق والمنطق. فتجد الآلاف بل عشرات الآلاف يدخلون الإسلام يوميا، ومن خلال القرآن الكريم والدعاة الذين يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن الترهات والاختراعات الكاذبة، وتجدهم يقتنعون وبكل بساطة. وإن عرضنا الفيديوهات لا تتسع الحلقة لعرضها جميعا، سنحتاج سنوات وسنوات. تجدهم من آسيا وأوروبا والأمريكيتين وجميع بقاع الأرض، لأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم. لذا شارك الفيديو ليصل لجميع البسطاء وضعفاء النصارى ليعلمون أن الحق بالإسلام العظيم. ولا تنسى أن تترك لنا تعليقا جميلا مثلك وإعجاب، لأن هذا يساعد على انتشار الفيديو بشكل أوسع. كنت معكم أنا أخوكم نورة المجارحي، أحبكم في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم.